النهاردة هنعمل طبق بره الصندوق، طبق من كل النواحي خطير، طعم، سرعة، موفر، مليان عناصر غذائية. يعني الرز لوحده حوار. تبلت الكفتة، انا مش بحب الكفتة المتبلة جاهزة، فكان عندي طبق لحمة مفرومة متبل. انا حتى بوريكم ان هو عليه فلفل احمر رومي وشوية خضار كده وحدقه مش حلو. وكمان جيت امسكه لقيته بيفرول في ايدي، افتكرت ان الكفر اللي انا لابساه في ايدي هو السبب. طلعت ان اللحمه نفسها محتاجه تقعد شويه في التلاجة تتشمع عشان تمسك نفسها عشان اقدر اشكلها. حطيت اللحمه المفرومه في التلاجة وقلت هعمل الرز بقى بطريقه تحفه خطيره، والطعم انتوا هتقولوا ايه الجمال ده. هنجيب معلقه سمن على زيت، هنحط فيها بصلايه صغيره، اول ما تتشقر هنزل عليها بالخضار بتاعي، البسله بالجزر، هنزل عليهم بمكعبين مرق الدجاج وطرف معلقه صغير مليان من الكاري. مفيش بعد كده حلاوه بهارات، مفيش اكتر من كده بهارات. هنزل عليهم بكوبايه ونص من الرز، عليهم كوبايه ونص من الميه، وهسيبه يتشرب. وكده الرز بتاعي واطعم رز، والاطفال هيحبوه جدا، ومليان عناصر غذائيه. طعم الجزر والبسله مسكرين مع الكاري، طعمه خطير يا جماعه. الوان كمان الاطفال هيحبوه، وهيحبوا يعني فضول ان هم يدوقوه. اصفر والجزر اورنج، يعني الالوان تحفه. عقبال بقى الرز ما يستوي هكون انا طلعت اللحمه المفرومه الكفته متلجه، قدرت اشكلها عشان مسكت نفسها، وهدخلها الفرن حوالي تلت ساعه. هنا الرز بتاعي استوى، شايفين شكله خطير. الكفته بتاعتي كمان خلصت، شكلها تحفه وممكن ناكلها عادي جدا كده. بس انا بقى هفتكس لها صوص حلو قوي، ودول جابني ان انا اشتري خلطه بشاميل. انا اول مره اجربها، اول مره استعمل خلطه بشاميل كنور او اي حاجه، وكده كده الطريقه مش محتاجه اقولها لان هي مكتوبه على العبوه من بره. بس انا هنا عشان عارفه ان الكفته بتاعتي ما فيهاش حدق، عايزه محتاجه ملح، فقلت هدوق البشاميل اشوفه. لقيت البشاميل طعمه بصراحه حلو قوي، مظبوط، ظبطه محترمه. هزود بس من عندي شعر جوز الطيب وشعر فلفل اسود. اول ما يغلي معايا وهيتقل هزوده على الكفته بعد ما استوت. هغطي الكفته، هسيب مقدار عقله الصباع، وهدخلها تاني الفرن حوالي 10 دقايق، منهم 3 دقايق تحت الشوايه. خلى الكفته طعمها جوسي كده، والصوص ده في ناس بتحبش الاكل يبقى ناشف، فبتحب جنبه صوص صلصه او شوربه، فحلو قوي. خلى الكفته في حته تانية غير الطعم اللي احنا متعودين عليه، بدون مبالغه. وعشان عارفه ان انا رايي مجروح في نفسي، بس يا جماعه الاكله طعمها تحفه. انتوا لو جربتوها هتعرفوا قد ايه انا مهما هقول تحفه وحلوه وخطيره، انتوا هتقولوا تحفه بجد. الاطفال او الكبار اللي عندهم مشاكل مع الخضار، الرز ده خطير، مش هيحسوا بطعمه، بالعكس هيحبوا طعم الجزر فيه والبسله. الكفته جوسي وحلوه بعيد عن طعم الدهون بقى والشوي والكلام ده، خفيفه وبسيطه، والف هنا وشفا وباي باي.